بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا جماعة، أنا أحمد نبيل. شخص بشتغل في الميديا وفي الإعلام، وكنت حابب أبعت كام رسالة النهاردة، وخصوصا بعد ما اتصار الفترة الأخيرة ديت موضوع وائل صديقي والفيديو بتاعه بتاع سيب إيدك. أولا اللي شاف الفيديو بتاع وائل، أقصد الفيديو التعقيب على البوم اللي هو عمله بالأغنية، طبعا انا مش موافق على الاغنيه، واكيد هو كمان مش موافق على الاغنيه، وده هو اعلن عنه وقاله بمنتهى الصراحه. حب انه يعمل حاجه اسمها بوم او يعمل فرقعه علشان يلفت النظر الناس له. بالنسبه لوائل صديقي، انا متابع وائل الصديقي، اللي ما يعرفوش تقريبا من نوفمبر 2014. عامل برنامج برضه العنوان بتاعه صادم بالنسبه للناس، بس هو لازم يكون من الناحيه التسويقيه والدعائيه، لازم اعمل حاجه تعمل فرقعه تشد انتباه الناس عشان تتفرج وتشوف المحتوى اللي جوه، وبعد كده نقدر نكلمه ونحاكمه على المحتوى. حتى البرنامج بتاعه اسمه وات ذا فك. بينتقد اوضاع كتير جدا موجوده في البلد، بينتقد اوضاع الرشوه، الفيديو كليبس، اعترض على الفيديو كليبس، اعترض على حاجات كتير. الكلام اللي قاله فعلا وائل صديقي اوكي، الناس مش واخده حقها. انا احب اقول لكم ان انا داخل في الوسط الفني من سنه 97، ده اوفيشلي ان انا ابتديت في المجال. اما قبل كده بقى هقول ان انا مثلت وانا في السعوديه، مثلت على المسرح، مثلت في التلفزيون في السعوديه وانا كان عندي تقريبا 6-7 سنين بكتير. لما جيت مصر هنا هو مثلت في المسرح بتاع المدرسه. دراستي موسيقى، نظريات وتأليف، فحياتي كلها فنية، ما اقدرش ابعد عن المجال دوت. ولما حصل فعلا اوكي، وطبعا اللي بيقولوا الفن ما بياكلش عيش، وده مش حقيقي. طبعا النجوم انتوا عارفين الاسعار اللي بياخدوها والفلوس اللي بياخدوها والكلام ده كله، لكن انا بتكلم بالنسبه للناس المبتدئه والناس اللي على قد حالها. بما ان الفن ما بياكلش عيش، فطبعا اضطريت ان انا ادخل في مجال البيزنس اوكي، واشتغلت في البيزنس، عملت شركه ليا، عملت اشتغلت في البورصه بروكر، اشتغلت في مجالات كتير جدا، اشتغلت في التسويق، في الاداره، لدرجه اني وصلت مدير مبيعات ومدير تسويق، حتى لو وصلت لغايه احد القنوات كمان. ما علينا. في اثناء مشواري دوت من سنه 97 ما دخلت اوكي، انا داخل الفتره ديت تقريبا كان داخل معايا في نفس التايم بتاعي امير كرارة، يمكن دخل بعدي بسنتين ثلاثه احمد عز، عمرو مهدي، يعني. وانا كنت بدرس في الاكاديميه، كان معايا في معهد فنون مسرحيه احمد السقا، في معهد سينما كان موجود علاء ولي الدين الله يرحمه، كان موجود محمد هنيدي. طبعا هم كان علاء ومحمد هنيدي كانوا اكبر مننا، يعني اكبر مني تقريبا بسنتين او ثلاثه. ما علينا. نرجع بقى لموضوع الوسط الفني، ايه الاحداث اللي حصلت فيه. انا اخر ما زهقت ابتعدت تماما عن البيزنس، ابتعدت تماما عن اي شغل تاني، وقلت هتفرغ تماما للفن علشان اديله كل الملكات اللي عندي وكل التايم بتاعي. الحقيقي اللي انا هقوله دوت، اقسم بالله ان ده حصل فعلا. انا طول عمري مقتنع ان الفن ما فيهوش واسطه، لكن الحقيقي ان اللي بيحصل عندنا في البلد، لا، الفن لازم يكون له واسطه وشلاليه زي ما وائل قال. طيب انا حصل بالظبط معايا ان انا في حد حد من العيله اعرفه يعرف احد المخرجين الكبار، كلمه، رفع سماعه التليفون وكلمه، والمخرج رحب اوكي وقال له خليه يتفضل، وكان عامل كاستنج فعلا. وكان منتظر المخرج مني ان انا اروح واوطي عليه، اقول له ان انا جاي لك من طرف فلان الفلاني. طبعا لان انا مقتنع تماما الفن ما فيهوش واسطه. رحت الكاستنج، دخلت، قابلت المخرج وقابلت المساعده بتاعته، اتكلم معايا شويه، خلصت الميتنج، اداني دور في مسلسل، وخرجت ومشيت من عنده. انا بحكي من الاخر للاول، يعني انا اخر احداث كانت حصلت معايا. بعد ما خرجت من عنده وروحت البيت اوكي، ويمكن بعدها بساعتين ثلاثه اتصل بيا الشخص اللي كلم المخرج دوت،
قال لي انت ما كلمتش المخرج ليه، ما رحتلوش ليه؟ فكل اللي انا قلته له، قلت له لا انا رحت قابلت المخرج اوكي، بس ما حبيتش ان انا اوطي عليه وانا في الكاستنج، اقول له انا جالك من طرف فلان الفلاني، لان هو لو هو يعرف، لو شايف ان هو انا عندي موهبه هيديني دور، لو ما عنديش موهبه هيقول لي انا اسف. وفعلا وصل الكلام ده للمخرج وطلب انه يقابلني، ورحت له اللوكيشن بتاع تصوير المسلسل، ما كانش لسه الدور بتاعي جه. قعدت واتكلمت معاه واتكلمنا مع بعض، وبعد كده استبشر فيا خير، اداني دور اكبر، بعدها دور اكبر في نفس المسلسل. ما علينا. الواقعة اللي قبلها كان في احد الريجيسيرات اتصل بيا، ورحت قابلت بدون ذكر اسماء اوكي مساعد مخرج، وكانوا عاملين فيلم من الافلام اللي مسمعه جامد جدا اسمها معروف. المهم رحت قابلتهم، اتفقوا معايا، وكان ليا دور في الفيلم ان انا واحد بيزنس مان من الناس التقيلة بس من الشباب اوكي، وان هو بيخسر فلوسه وهي دازنت كير، ما بيفرقش معاه الكلام ده كله. والله حصل بالظبط ده قدام عيني في اللوكيشن. كان في دور بعمل حاجة معينة قدام البطل، والبطل برضو شاب صغير تقريبا في سني او اصغر مني بحاجة بسيطة. واحنا بنصور المشهد وصلت لغايه ان انا وقفت قدامه وابتديت اتكلم انا وهو، ابتدى الحوار. الغريب جدا اوكي ان بعد ما خلصت المشهد وانا كنت مستغرب ده جدا، لقيت ان الممثل ده او البطل دوت خد بعضه وراح عند المخرج، قعد معاه وشافوا المشهد واتكلموا مع بعض. بعد كده لقيت ان مساعد المخرج بيطلب مني ان انا ارجع خطوه لورا، ارجع خطوه لورا، ارجع خطوه لورا، الى ان بقيت بره الكادر وما بقتش متصور معاه. طبعا ليتر انا فهمت على طول اوكي ان واضح ان انا كنت واكل منه الكادر، فهو ما حبش المنظر دوت، مع ان الكلام ده المفروض يكون كلام المخرج ما يكونش كلام الممثل ايا كان، ولو كان هو واثق من نفسه او من موهبته ما كانش يعمل حاجه زي كده. الواقعه بقى الاولانيه خالص اللي هي اول ما دخلت المجال، انا بتكلم في التمثيل. حاولت كتير ان انا كنت عامل اعلانات وكنت مكسر الدنيا بالاعلانات، وكان اتشهرت بيها وكان ربنا موفقني. طبعا انا كنت اصلا داخل الاعلانات عشان خاطر التمثيل، واول اعلان ليا كنت عامله حتى مع طارق نور. المهم كان تبع صوت القاهره صوتيات والمرئيات. رحت ومش هذكر مين كان رئيس مجلس الاداره ساعتها، جاله تليفون من حد من قرايبي، او هو اكشلي حد من قرايبي اتصل بيه وكلمه، فهو الراجل رحب بمنتهى الامانه، وهو شخص محترم جدا اوكي. لما دخلت قابلته في المكتب بتاعه، قال لي بس كده هو انت عايز تمثل يعني؟ فقلت له فاقسم بالله العلي العظيم هو ده اللي حصل بالظبط. رفع سماعه التليفون، كلم المساعد بتاعه او مدير الانتاج بتاع صوت القاهره، انا مش فاكر بالظبط كلم شخص مين، لكن هو حد كان داخلي، قال له احمد نبيل ينزل في كل المسلسلات اللي جايه. اقسم بالله باللفظ ده اللي اتقال، احمد نبيل ينزل في كل المسلسلات اللي جايه. وطبعا راجل مشكور يعني كتر خيره. وفعلا ساعتها جه الراجل وخدني، وانا فاكر كويس جدا كانت المقابله كانت يوم الخميس عند الراجل في المكتب. قال لي يوم السبت عندك بروفة ترابيزه لمسلسل، ورحت فعلا فيها. وشوفوا قد ايه ان الواسطه بتبقى لها قوه في الوسط. ان المخرج دوت كان جايب بنت اخته اوكي تلعب دور اللي هو المفروض في المسلسل ده البنت دي تبقى اختي انا، لكن يشاء الاقدار طبعا علشان هو جاي له الاوردر من رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه المنتجه اوكي، فما يقدرش يكسر كلمه. فحظه السيء بقى ان بنت اخته دي كانت سمره، فاللوجيك مش هتيجي تنفع تطلع اختي لان انا لوني فاتح. فمشى بنت اخته وجاب حد تاني اوكي، والحمد لله انه جاب حد تاني، يعني برضه جاب حد من الناس الموهوبه اللي لها اسم دلوقتي ما شاء الله عليها يعني.
فده كانت من ضمن الوقعات. اوكي، وحصل اختلاف مع بعد كده في اثناء تصوير المسلسل. اوكي، وما كملتش مع صوت القاهره وصوتيات مرئيات خالص. ده سريعا. اوكي. ف the funny is ان وائل فعلا عنده حق. الموضوع له علاقه بالشلاليه، وانا مش هقبل في يوم من الايام ان انا يبقى لي شله علشان خاطر ان انا اطلع في مجال يكون في صداقات اهلا وسهلا، لكن شلاليه وناس قافله على بعض. انا بتكلم في فن. الفن هو رساله. احب ان انا اوصل. انا دراستي مزيكا، مسرحيات التاليف، وبمثل. عملت اعلانات، بكتب، كتبت شعر، بكتب فيلم، قدمت برامج. قدمت برامج في التلفزيون، قدمت برامج في الاذاعه. واللي شايف الموهبه اللي عندي من اقوى الاشياء او اقوى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاني. وسبحان الله حتى في دي برضو الحال مش ماشي فيها. ان انا بعمل حاجه اسمها VO او فويس اوفر، اللي هو زي صوت الاعلانات. لما تلاقوا صوت مذيع في اعلان او يعني على الاعلانات، او وصلت ان انا كلمت حد من المخرجين الكبار ان انا بفكر ان انا في مصر عايز اعمل هنا هو ان اعمل التريلر بتاعت الافلام زي هوليوود. اوكي. برضه للاسف يعني، مع ان سبحان الله كل اللي في الوسط اجمعوا ان انا عندي صوت مميز جدا، مخارج الفاظ كويسه جدا، وطبعا بحكم كمان دراستي المزيكا. فسبحان الله يعني. فبصراحه كلام وائل جعل جرح. اوكي. وانا للاسف انا ما كنتش عمري ما هسجل حاجه زي كده، ولا ان انا اعرض ان انا اقول انا عندي وعندي وعندي وعندي. اوكي. اللي حابب يشوف حاجات من الشغل بتاعي والتسجيلات بتاعتي، انا ليا الشانل بتاعتي على اليوتيوب. اوكي. هتلاقوا فيها ادعيه رمضانيه، هتلاقوا فيها قصص رعب، هتلاقوا فيها فويس اوفر، هتلاقوا كذا حاجه. اوكي. انا عاملها. هتلاقوا من الشعر. ما علينا. رجوعا اخر كلامي بقى عن وائل. انا مش شايف ان البوم اللي عمله وائل مستدعي كل المهرجانات اللي انتوا عاملينها ديت، او اللي الناس عاملاها، او الاعلام عمله. وواضح فعلا ان الشخص ده بيتحارب. والدليل على كده الدنيا ما قامتش وقعدت ليه لما اتعملت اغنيه من كام سنه. اوكي. نطلع سوا على الروف، او لما طلعت المغنيه اللي اسمها نجله مع الحصان. واذا كنا هنقول حاجات دي فلاتات. اوكي. حضراتكم دلوقتي بالنسبه للقنوات اللي فيه بتاع 3 ولا 4 قنوات للرقص الشرقي والمسخره والفجور، يعني لو احنا هنتكلم بقى، ده شخص وله رساله ما عرفش يوصلها. وانا بقول لكم انه عامل فيديوهات من زمان، وتقدروا تخشوا على اليوتيوب وتشوفوا الفيديوهات بتاعته وتشوفوا مرفوعه من قد ايه. فبلاش الافواره في الاشياء. اوكي. والحكم على الاشياء من بره. مش عاجبنا العمل، وهو كمان الشخص نفسه اعترف وقال انه مش عاجبه العمل، لكن هو كان مضطر انه يلفت النظر له. فرجاء يعني نفكر شويه، ويا ريت الفنانين كلهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض يعني. انا اسف على الاطاله، واتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله، والوائل كمان. وفي اخر فيديو بقى، في اخر فيديو هقول لكم انا اسف ان انا طولت عليكم، واحب اقول لكم رمضان كريم. مع السلامه.